الإمامة بنص من الله، لو كان بنص من الله سيدنا علي رضي الله تعالى عنه كان يستند إليه، ولكن كأني أخاطب يعني من لا يسمع، صم بكم عمي فهم لا يسمعون ولا يسمعون ولا ينظرون ولا أنا ما أدري كذا ليلة أنا أقول سيدنا علي رضي الله تعالى عنه يقول يعني يستشهد بإمامته يعني القوم الذين بايعوا أبا بكر وعمر فأن اجتمعوا على رجل وسموه إماما، هكذا وسموه إماما فكان ذلك لله رضا، هكذا ألنا. وأما حديث البخاري هو بالأمس كذب على البخاري، كشفته قل أخطأ ولكن أصر لا على البخاري، وبينت له أن هذا الحديث في المسلم، أنا الذي علمته بفضل الله تعالى، قلت ذهب ووجده. أما حديث البخاري أنا جئت به عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في نفس الكتاب، في نفس الكتاب باب الاستخلاف في كتاب الأحكام، يقول لقد هممت أو أردت أن أرسل إلى أبي بكر وابنه فأعهد أن يقول القائلون أو يتمنى المتمنون، ثم قلت بأبي ثم قلت يا أبا الله ويدفع المؤمنون أو يدفع الله ويأبى المؤمنون، وفي رواية أخرى إلا أبي بكر. وفي حديث أخرى أتت النبي صلى الله عليه وسلم امرأة قالت يا رسول الله أرأيت قاطعتك أنا؟ لا في رواية أرأيت إن جئت ولم أجدك كأنها تريد الموت، قال إن لم تجديني فأتي أبا بكر. وهذا الحديث الذي نحن بصدده سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يكون 12 أميرا. إذا كلامه الذي قاله بالأمس أن الخلفاء من بعد 12 في بخاري كذب وكذب وكذب، هذا واحد. ثانيا في صحيح مسلم هذا الحديث وارد أيضا مثل ما قرأه، سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا يزال الإسلام عزيزا إلى 12 خليفة، ثم قال كلمة لم أفهمها، قلت لأبي ما قال؟ قال كلهم من قريش. لا يزال العربي يفهم العربي، لا يزال الإسلام عزيزا، الشاهد هنا نعم. وفي لفظ لا يزال هذا الدين عزيزا منيعا إلى 12 خليفة، وهذا من نفس المصدر إذا مسلم يعني. وفي لفظ آخر لا يزال هذا نعم لا يزال أمر الناس ماضيا ما وليهم 12 رجلا، أما من يدعون إمامتهم لم يولوا أمر المسلمين إلا سيدنا علي وسيدنا حسن. إذا لا ينطبق عليهم هذا الحديث إطلاقا. والحديث يقول كلهم تجتمع عليهم الأمة. كيف تجتمع الأمة بمن غاب في سرداب؟ وهذا أخرجه أبو داود. إذا من يتأمل في النص يرى أن النص يصف هؤلاء بأنهم يتولون الخلافة، وأن الإسلام في أحدهم يكون في عزة ومنع، وأن الناس يجتمعون حولهم ولا يزال أمر الناس صالحا في أحدهم. كل هذه الأوصاف لا تنطبق على من تدعي فيهم الإمامة الاثنى عشرية، ولم يتولى الخلافة إلا أبي بكر عفوا إلا سيدنا حسن وأبوه رضي الله تعالى عنهما سيدنا علي. وهنا لا نجد من لفظ 12 أي مفهوم، لأن لفظ 12 ورد أيضا في صحيح مسلم نفسه وفي أمتي 12 منافقا في نفس صحيح مسلم. وهذا الرقم الذي تدعيه الشيعة الإمامية يعود في الأصل إلى زعم يهودي قديم في كتاب دانيال كما أشار الشيخ الإسلام ابن تيمية الذي ذكره شيخ الإسلام وهو يعتقد 100% بناصبيته. ونعود إلى كلامه أن الأنبياء ليس لهم حق اختيار الإمام. هذا قول لم يقل به أحد من علماء المسلمين إلا الشيعة الرافضة. وأما قوله سنة الإمام كسنة الرسول فهذا كفر باتفاق المسلمين، لأنه هناك شراكة في الرسالة، كما أنهم يشركون في الله تعالى في ألوهيته وفي صفاته وفي أسمائه، يشركون 12 نبيا